السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندخل في الموضوع. سيدنا محمد اسمه ايه؟ محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي. حكينا قصة قصي وحكينا الحلقة اللي فاتت الخلاف اللي كان ما بين بني عبد مناف وبني عبد الدار، وحكينا ان الخناقة دي خلصت على ان هم قسموا الحاجة، فاولاد عبد مناف اللي يهمونا اخدوا ايه؟ السقاية والرفادة، الاكل والشرب بتوع الحجاج. نيجي بقى لبنو عبد مناف دول. عبد مناف كان متجوز 2، صليتوا على النبي. اول واحدة خلف منها عبد الشمس وهاشم، هاشم ده اللي يخصنا، والمطلب، والزوجة التانية خلف منها نوفل. حلو. لما بنو عبد مناف اخدوا السقاية والرفادة كان مين اللي ماسكهم مسؤول عنهم؟ مين اللي نال هذا الشرف؟ هاشم. حلو. عبد الشمس ده كان الاخ الكبير اكبر من هاشم، وهو اللي كان قائد المعركة اللي كانت حاصلة ما بين بنو عبد مناف وبنو عبد الدار، فكان المفروض ان هو اللي يتولى السقاية والرفادة، ولكن هو كان فقير، عنده عيال كتير، بيسافر كتير، عكس هاشم كان اصغر منه بس كان ذو منصب وعنده ولاد وعنده مال، فهو اللي تولى السقاية والرفادة. هاشم ده الجد الثاني لسيدنا محمد. المفاجأة ان ما اسموش هاشم، ايه رأيكم بقى؟ اسمه عمرو. بس هو لما مسك الاكل والشرب بتاع الحجاج فكان بيجيب العيش وكان بيهشمه، بيكسره وبيحطوا عليه بقى اللحمه اللي هي الفته، كانوا بيسموه الثريد تقريبا، اللي كان بيديله الحجاج. والجدير بالذكر ان الفته لحد النهارده هي الوجبه الرسميه في العيد، في عيد الاضحى. اللي بدأ بقى القصه دي هو هاشم، اللي هو عمرو اللي هو جد سيدنا محمد. وهاشم برضو هو اول واحد عمل رحلة الشتاء والصيف بتاعت التجارة، كانت بتبقى الشتاء لليمن والصيف للشام. دي كانت رحلات تجارية يعني، ودول كانوا من اهم اسباب ازدهار قريش وعزتها بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. اللي عمل الرحلتين دول هاشم مرة كان مسافر الشام، وهو مسافر عدى على يثرب اللي هي المدينة المنورة، اتجوز في المدينة واحدة اسمها سلمى دي كانت من عيلة اسمها بنو النجار. بنو النجار دول هنسمع سيرتهم تاني كتير. بنو النجار دول سيدنا محمد بعد كده هيقول عليهم خير دور الأنصار بني النجار. فهاشم وسلمى خلفوا ولد ده اللي هو جد سيدنا محمد، فيبقى بنو النجار دول خلان جد سيدنا محمد، يعني قرايب سيدنا محمد من بعيد. عشان كده لما سيدنا محمد جه يهاجر من مكة للمدينة قال انزل عند بني النجار لان هم قرايبه. نرجع لقصتنا. هاشم اتجوز سلمى بقت حامل. هاشم كمل رحلته للشام ومات، مرجعش، فالطفل اتولد من غير اب، يتيم، وعاش في يثرب في المدينة المنورة. الطفل ده ما كانش ابن هاشم الوحيد، كان هاشم عنده اولاد تانية، بس ده الوحيد اللي عاش بعيد عن قريش ومكة والعز بقى، ده عاش لوحده في ايه؟ في المدينة مع أمه سلمى وبني النجار خلانه. وفي يوم بعد ما الطفل ده كبر شوية كده كان بيتخانق مع صحابه في الشارع، فبيقول لهم ايه ده أنا ابن هاشم. فكان بالصدفة في حد معدي من قريش فسمع الجملة، فلما رجع بقى مكة راح للمطلب. مش احنا قلنا كان هم 3، عبد الشمس وهاشم والمطلب؟ راح للمطلب قال له ايه؟ الحق ده في ولد في المدينة بيقول ان هو ابن اخوك، وما ينفعش ان ابن اخوك يبقى عايش بعيد كده عن ملك باباه وعزة قريش وكده، لازم تروح تجيبه. والمطلب ده كان بيحب اخوه هاشم جدا، فاول ما عرف اخد بعضه وجري على المدينة، واول ما شاف الطفل عيط بقى، ومشهد طبعا درامي، وراح لمامته سلمى وقال لها انا عايز اخده لمكة. سلمى قالت له لا، طبيعي يعني. فقال لها ان هاشم كان سايب حاجات كتير في مكة ومن فلوس وملك وورث، وغير ان هو هيبقى في مكة ليه مكانة عظيمة لان هو ابن هاشم وهيبقى في البيت الحرام وكده. فسلمى قالت له اوكي خده. فالطفل ده كان يعني لبسه متواضع، والمطلب اللي هو عمه واخده وداخل بيه على قريش، والمطلب وهاشم والناس دول من اعيان قريش يعني. فلما شافوا المطلب معاه طفل كده ولبسه متواضع وبتاع قالوا ايه ده المطلب اشترى عبد، فيبقى الطفل ده ايه؟ عبد المطلب. والخبر انتشر كالنار في الهشيم، بقى كله يا عبد المطلب اهو، عبد المطلب اهو. بعد كده المطلب فهمهم ان ده ابن اخوه كده، ولكن الاسم لزق فيه بقى اسمه عبد المطلب، وفضل مسمينه كده لحد ما مات. لكن هو اصلا اسمه شيبة. دي المفاجأة بقى يعني. هو كان مولود في راسه حتة بيضة او شعر ابيض فسموه شيبة. وهنا المفاجأة اللي كلنا عارفين ان سيدنا محمد اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم
وفي الحقيقه دي القاب، هو اسمه محمد ابن عبد الله ابن شيبه ابن عمرو. شوفوا ازاي احنا معلوماتنا قليله عن اهم انسان في حياتنا. كان بعد ما هاشم مات المطلب هو اللي ورث او اخذ السقايه والرفاده، الاكل والشرب بتاع الحجاج، واخدهم هو بقى، هو مسؤول عنهم. وبعدها المطلب قام مولي عبد المطلب اللي هو ابن هاشم السقايه والرفاده عشان ترجع تاني لسلاله هاشم. يعني المطلب مات وعبد المطلب هو دلوقتي اللي معاه السقايه والرفاده. هل ستسير الامور في سلام؟ بالطبع لا. وده يخلينا نرجع ونقول ان احنا مش بنقول معلومه هباء، ولكن كل حاجه بنقولها بنرجع لها تاني. كنا جبنا سيره ان عبد مناف كان متجوز 2، حكينا عن ال3 دول، ونوفل اللي من مراته التانية ما جبناش سيرته، ظهر دلوقتي. هاشم مات والمطلب مات، وعبد المطلب اللي هو ابن هاشم بقى هو اللي ماسك السقايه والرفاده. نوفل ده يبقى عمه، يعتبر اخو ابوه من ام تانية بس عمه برضه. طلع نوفل بقى قال له هات الحاجه دي، وبدا ياخد بقى في ورثه وفي املاكه وفي حاجته. فعبد المطلب كان يعيني لوحده، قام بعت جواب لبني النجار اهل خلانه اللي في المدينه المنوره في يثرب، قال لهم الحقوني، في واحد اسمه نوفل طلع بيقول انه عمي وجاي خد كل حاجتي وانا هنا لوحدي ومش عارفه اعمل حاجه. الجواب وصل لخاله اسمه ابو سعد ابن عدي، شاف الجواب اتأثر، عيط، لم 80 راجل وطلع على مكه. اما عركه وصلوا مكه، عبد المطلب بيقول لهم طب تعالوا البيت اقعدوا وارتاحوا من السفر. خاله قال له احنا مش هنروح، في لازم الاول نروح نقابل نوفل ونجيب لك حقك. دخل ابو سعد لقى نوفل قاعد مع مشايخ قريش، فنوفل اول ما شافه قام مسلم عليه عادي جدا، قال له يا صباح الخير. قام ابو سعد مطلع السيف بتاعه قال له ولا صباح ولا مسا، ترجع لابن اختي عبد المطلب حاجته كامله يا اما هقتلك. قال له الحاجه رجعت، وخلى المشايخ اللي قاعدين يشهدوا على ان هو قال هيرجع له حاجته. مين اللي عرف اللي حصل ده؟ بني خزاعه. لو تفتكروا لما كنا بنحكي في الاول خالص ان قصي اتجوز واحده من بني خزاعه وخلف منها عبد مناف، اللي خلف منها هاشم اللي خلف عبد المطلب. فبني خزاعه قالوا لبني عبد النجار اللي هم خلانه احنا كمان اهله واحنا كمان لازم ننصره، واخدوه دار الندوه وحلفوه ان هو يعني هم هيبقوا في صفه قدام نوفل او بني عبد الشمس اللي هم عمه الكبير. فمن اول ولايه عبد المطلب بقى ليه احلاف، ناس يعني بتساعده وبتسنده. بني عبد النجار اللي هم خلانه اللي في المدينه المنوره، وخزاعه اللي هم في مكه. حلو قوي لحد كده. نرجع مع بعض شويه في الاحداث. فاكرين قبيله جرهم اللي عملوا تجاوزات في بيت الله الحرام وبتاع لحد ما ربنا سلط عليهم بقى قبائل خرجتهم وكده؟ جرهم ده قبل ما يمشوا عملوا مصيبه. كان في واحد اسمه الحارس ابن مضاد حاجه كده يعني. الراجل ده قبل ما يمشي من مكه قام واخد اموال الكعبه وكل اللي اتبقى معاه من ذهب وكده، وقام راميه في بئر زمزم لحد ما البئر اتقفل ما بقاش طلع ميه لفتره حلوه. شوفوا قبيله جرهم دي ماشيه من امتى، بقى قعدت زمن يعني. نركز بقى في القصه دي عشان حلوه قوي. في يوم عبد المطلب كان نايم عند الحته اللي هي بتاعت حجر سيدنا اسماعيل، جاله منادي في المنام قال له احفر طيبه. فقال ما طيبه؟ ايه طيبه اللي انا احفرها دي؟ فما تردش عليه. جه تاني يوم وهو نايم نفس المنادي قال له احفر بره. يعني ايه؟ ما برضه ما حدش رد عليه. جه تالت يوم نفس المنادي قال له احفر المضنونه. ما المضنونه؟ ما حدش بيرد. رابع يوم نفس المنادي احفر زمزم. فقال ما زمزم؟ اترد عليه بقى، رد عليه الصوت قال له ايه؟ لا تنزف ابدا ولا تذم، تسقي الحجيج الاعظم، حجيج الحجاج يعني، وهي بين الفرث والدم، عند نقرة الغراب الاعصم، عند قرية النمل. وصف له مكانها. حلو. عبد المطلب في الوقت ده كان مخلف ولد واحد اسمه الحارس، وشوف الصدفه سبحان الله، اللي كان من جرهم اللي كان ردم بئر زمزم كان اسمه الحارس برضه. عبد المطلب خد الحارس ابنه قال له يلا نروح نحفر زمزم. راحوا حفروا والميه طلعت تاني. قريش عرفت، قالوا ايه ده ورث سيدنا اسماعيل اللي هو برضه جدنا واحنا لينا فيه. كان الموضوع ده مهم جدا ساعتها، مش مجرد بير، لان هم قاعدين في صحراء، فاي مصدر للميه ده حاجه عظيمه جدا. وده مش اي مصدر للميه، ده بئر زمزم اللي هو كانت معجزه سيدنا اسماعيل. فاهمين؟ عبد المطلب قال لا، انا ربنا خصني ان انا الاقي البير ده واحفره، فيبقى انا اللي ليا شرف ولايته. حصلت مشكله في الوقت ده. كان في واحده ست كاهنه في الشام، كان العرب متعودين ان هم لما يحصل اي خلاف يروحوا لها وهي تحكم بينهم، فاتفقوا انهم هيروحوا للكاهنه دي. ابتدوا رحلتهم للشام، ولكن المسافه كانت طويله جدا والاكل والميه اللي معاهم خلصوا، لحد ما اتاكدوا انهم خلاص هيموتوا في الطريق. لا مفر،
هم مين اللي في الرحله دي بقى؟ ناس من قريش وعبد المطلب. لما اتاكدوا ان هم كده خلاص كده ميتين، قرروا ان هم هيحفروا قبورهم بايديهم، خلاص من في الصحراء، بحيث ان هم يعني كل ما واحد يموت اللي جنبه يزقوا في الحفره، يعني يدفنوا. طب ليه احفر انا قبري بايدي؟ عشان انت لما تموت احنا كلنا هتبقى صحتنا اصلا مش جايبانا، خلاص بنموت احنا كمان، مش هنبقى قادرين نقوم نحفر لك لسه تربه قبر يعني. فكل واحد يحفر قبره بحيث ان اللي ما يدفنش الوحيد هو اخر واحد هيموت، لكن اللي هيموتوا في الاول الباقيين يدفنوهم. فقام عبد المطلب وقال لهم ده استسلام، احنا ما ينفعش نستسلم، حتى لو مش هنقدر نوصل لحد الشام على الاقل ندور على اي مكان او قريه قريبه، اي حاجه، ما نقعدش كده ونستسلم ونستنى حاطين ايدينا كده مستنيين نموت. فوافقوا انهم على الاقل يحاولوا يوصلوا لاي مكان بشويه الطاقه اللي باقيه عندهم. لسه هيتحركوا قام الجمل بتاع عبد المطلب انفجر تحت رجليه ميه عذبه صالحه للشرب. شربوا بقى كلهم ومالوا الازايز اللي معاهم وقالوا احنا مش مكملين المشوار ده، احنا راجعين مكه. وقالوا لعبد المطلب ايه بقى؟ ان الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم، فارجع الى سقيتك راشده. يعني ايه؟ يعني زي ما ربنا فجر تحت الناقه بتاعتك الميه دي، هو اللي عرفك مكان بئر زمزم عشان تروح تحفره، فانت فعلا اللي اولى بيه. هو يعني ادركوا ان ربنا انقذهم بيه، فربنا خصوا بحاجات، فلا يبقى انت اولى بزمزم. فهمتوا؟ رجعوا كلهم مكه وتركوا ولايه بئر زمزم لعبد المطلب. ومن هنا بقى عبد المطلب شأنه ارتفع اكتر وبقى محبوب جدا في قريش وفي العرب كله، اتشهر يعني. بس الموقف ده حسس عبد المطلب ان هو ما عندوش عزوه، كان مخلف ابنه الحارث بس، فاخد عهد على نفسه ان لو ربنا رزقه ب10 ولاد هيذبح واحد منهم للآلهة. عدت الايام وبدأ يخلف ولد ورا التاني ورا التاني لحد ما خلف 10، وال10 كبروا بقوا عزوة ليه. وهنا قرر عبد المطلب ان هو يوفي بالنذر، كتب اسامي ال10 ولاد وعمل زي بينهم قرعة، سحب الورقة طلع اسم مين؟ عبد الله. سيدنا محمد اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. عبد المطلب خلف 10، كان اصغر واحد فيهم واكتر واحد قريب ليه وبيحبه هو عبد الله، فزعل جدا. بس هو كان واخد عهد على نفسه ان ايا كان الاسم اللي هيطلع في القرعة لازم يوفي بالنذر، يبقى هو عبد الله. عبد المطلب جاب عبد الله وهينفذ، وقفت له قريش قالوا له انت لو عملت كده الناس هتاخد دي زي سنه، هيقعدوا يقلدوك، هتبقى حاجه بقى زي وقت البنات. طب هنعمل ايه؟ هنروح للكهنه اللي في الشام وهي تحكم. راحوا للكهنه سالت وقالت له انتوا فديه الشخص عندكم بكام ابل؟ قال لها ب10 من الابل، يعني الانسان بيفدوه ب10 ابل. قالت له طيب انت هتعمل القرعه بال10 ابل لحد ما تقع اختيار الالهه على الابل. فوافق ورجعوا. بصوا بقى الموضوع ازاي هيعملوا قرعه، يعني مثلا هيجيبوا ورقتين، دي مكتوب فيها عبد الله ودي مكتوب فيها 10 ابل. هو عايز دلوقتي يفدي ابنه بدل ما يذبحه، فيختار من الورقتين دول يطلع عبد الله، يقوم عامل القرعه تاني ومزود 10 كمان، يبقى 20 ابل قدام عبد الله، يطلع عبد الله 30 ابل قدام عبد الله. فضل يعمل كده ويطلع عبد الله لحد ما بقوا 100 ابل. قامت طلعت الورقه بتاعت ال100 ابل، فكده هيفدي عبد الله ب100 ابل. عبد المطلب ساعتها عاد القرعه 3 مرات عشان يتاكد من اختيار الالهه للابل مش لعبد الله. وفرحوا وذبح ال100 ناقه عشان يفدي بيهم عبد الله. ومن هنا سيدنا محمد بقى اسمه ابن الذبيحين. مين الذبيحين؟ اول ذبيح اللي هو سيدنا اسماعيل لما سيدنا ابراهيم كان هيذبحه وربنا فداه بالكبش اللي هو بقى عيد الاضحى، والذبيح الثاني اللي هو باباه عبد الله لما كان عبد المطلب هيذبحه وفداه ب100 ناقه. فلما تسمعوا ان سيدنا محمد اسمه ابن الذبيحين تبقوا فاهمين مين الذبيحين، سيدنا اسماعيل جده وعبد الله باباه. عبد المطلب فرح جدا ان هو عرف يفدي ابنه عبد الله، لان هو كان بيحب عبد الله ده جدا جدا. ومن فرحته بابنه قام واخده مجوزه لآمنة بنت وهب. آمنة بنت وهب دي في الوقت ده كانت هي يعني من اعظم بيوت قريش، كانت سيدة قومها في الوقت ده. فعبد الله اتجوز السيدة آمنة بنت وهب. هيخلفوا مين؟ سيدنا وصلنا اهو. بس نفس القصة اللي حصلت لما هاشم اتجوز سلمى وسافر الشام مات وهي كانت لسه حامل، نفس الفكرة. عبد الله اتجوز ستنا آمنة وهي حملت في سيدنا محمد، وهي حامل لسه في سيدنا محمد قام عبد الله مات. ونلقاكم الحلقة القادمة إن شاء الله.